ادعولها بالشفا. ياسمين عبد العزيز عندها مرض صعب، والمرض ده دمر حياة أكتر من فنانة غيرها. ايه الحكاية وايه علاقة شيرين عبد الوهاب؟ خلينا نقول لكم في البداية ان ياسمين عبد العزيز لسه ترند، وده بعد ظهورها ببرنامج منى الشاذلي. ورغم ان الحلقة كان فيها فقرات كوميدية وياسمين كانت في قمة شياكتها وأناقتها اليوم ده، بس الحلقة دي بينت حاجة خطيرة جدا جدا. ياسمين ظهرت في البرنامج وقالت انا ما اتكسرتش وانا قوية، ورجعت كمان وقالت انها ندمانة انها اتنزلت، وقالت كمان انها مش راضية على بعض مسلسلاتها مع العوضي. مش بس كده، دي قالت ان في حد في 2025 علمها ان عمرها ما تثق في حد تاني. تخيلوا بقى ان رغم كل التصريحات دي، بس اكتر من خبير في علم النفس اكد ان ياسمين بتعاني من اكتئاب شديد وصدمة نفسية. مش بس كده، دول قالوا ان هي عندها شعور بالوحدة ولسه ما نسيتش العوضي، وبتعيش نفس حالة شيرين عبد الوهاب. خبراء علم النفس قالوا انها يا اما هتنجح انها تخرج من الحالة دي، يا هتفشل ونفسيتها هتكون في النازل لو ما فقتش من اللي هي فيه في اسرع وقت.